هو كان بيمثل زمان في المسرح. ما انا بقول له كده، بقول له يعني شوف لنا حاجه كده. انا بطل بقالي كام سنه بيطلع بدور الشجره. كمان. لا بهزر والله بهزر. لا جميل. ايه الموهبه اللي عندكم انتوا شايفين انها ممكن تنقلكم في حته ثانيه؟ تمثيل، انا بحب التمثيل عموما، بحب المسرح. حلو جدا. بقرا قران يعني مش صوت، مش صوتي كويس. حلو جدا، هنخش. ممكن اقرا. زنقتني دلوقتي. لا خالص خالص. ناكد بس ان شغال جدا، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. لا بسم الله ما شاء الله، صوتك حلو وجميل والاحكام عندك كويسه. ربنا يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. طب ايه يا سيد؟ لا موجودة بس مفيش كورة، لو في كورة. الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده عنهم كلهم. مش حاضر دلوقتي، مش مجمع حاجه دلوقتي خالص. نعم. طيب لسه مخلص جامعه خالص حبيبي. طيب شفتوا الفيديو بتاع محمد رمضان الاخير؟ ايه رايكم؟ مش عارف والله، يعني مش عارف اقول عليه ايه. هو بيحاول يخلق قدوة وبعدين يموتها عشان يموت الشباب، فكر الشباب. هو خلق قدوه امتى؟ في رمضان. على ان هو بيعمل عمل خير وكده. المفروض يعني ان هو اي شاب صغير يقول ده قدوتي، انا عايز اوزع لنا. بعدين يكسر لك بقى القدوه دي بعدها بايه؟ انه يطلع بحاجه مخله، حاجه مش كويسه. انت فاهمني؟ الفكره ان هو بيعمل حاجه مش متعودين، مجتمعنا مش متعود عليها. هي الحاجه دي طبيعيه جدا بره، وفي كمان اوحش من كده بكتير. بس كون ان انت تعمل حاجه او ان انت يبقى في تاثير على الشعب بالطريقه دي وتعمل كده لحاجه مخالفه للمجتمع بتاعنا، فده حاجه طبعا مش صح خالص. ده ما المصممه بتاعته طلعت قالت ان ده تبع اللبس الفرعوني. لا هو مش برضه، هو كراجل ما ينفعش يلبس كده. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت مهما كان لازم تمشي تبع القيم والعادات بتاعت مجتمعك. يعني انت ما ينفعش تبقى في بيئه شعبيه وتتعامل اكنك مثلا من حته تانية مع الناس دي. مش هينفع، انت لازم تتاقلم على ده. هو دلوقتي مش بيخاطب الشعب المصري دلوقتي عموما. هو طلع في بودكاست قال ان انا خلاص، هو لما حواليه الشعب المصري ولما حواليه الجمهور العربي. طلع بقى دلوقتي هو عايز يلم حواليه بقيه افريقيا. هو طلع قال لك كده، قال لك انا نيجيريا فيها مش عارف 100 مليون ولا 200 مليون، انا بقيت عايز الم الجمهور الافريقي ده. هو عايز يلم القاره حواليه، فبيحاول يلبس شبههم، يحاول يقلدهم، بيحاول يعمل. بس هو عايز يلم حواليه الجمهور بقى الافريقي عشان يقدر يطلع، يعني يكبر اسمه اكتر، يكبر شعبيته اكتر. مش مهم بقى، ما بقاش فارق معاه اصلا شكله قدام الناس هنا في مصر عامل ازاي. المهم ان هو يلم اكبر شريحه من الجمهور بره. بس انتوا دلوقتي بتدرسوا ايه؟ في علوم عين شمس. كلكم علوم؟ طيب انت شايف نفسك مين بعد 5 سنين؟ لسه ما خلصتش الجامعه. 5 سنين؟ لا بقى لسه متخرج بقى الكلام ده. يعني ان شاء الله احاول اطور من نفسي كسوفت سكيلز والحاجات دي، لان الحاجات دي بتنفع في الشركات. بس يعني بخليني في الفتره اللي انا فيها دلوقتي اللي اهتم بمذاكرتي، بحاول اشتغل في شركات كويسه. وال5 سنين بقى بعد كده بقى شغال ان شاء الله. احاول اشتغل بقى واحد. لا ان شاء الله. يعني انا ماشي في خطوه ان انا اختم القران الكريم ان شاء الله. ربنا يوفقك. واحاول اخد اجازه في روايه حفص اما اخلص ان شاء الله يعني. فدي من ضمن الاهداف يعني اللي بحاول احققها. بس لسه ما جاش اي حاجه تورينا كده؟ لا والله انا الواحد دماغه اصلا، احنا لسه مقدمين برزنتيشن حالا في الجامعه والله، فالواحد اصلا خارج اعصابه خلاص. طيب هو كان بيمثل زمان في المسرح. ما انا بقول له كده، بقول له يعني شوف لنا حاجه كده. انا بطل بقالي كام سنه بيطلع بدور الشجره. كمان. لا بهزر والله بهزر. لا جميل. كنت شجره. كنا بنعمل العروض اللي عارف سمير غانم وايمي ودنيا وكده، كانت عروض كده مسرح وكده في المدرسه عندي. لا مش كمان. لا انا اللي كنت بعرف شجره. هو ليه سموه شم النسيم؟ مش عارف، حاجه انا عارف. حاجه فرعونيه صح؟ طب هو لو فرعونيه، الفراعنه كانوا بيحتفلوا بيه ازاي؟ بالرنجه.
بالرنجه والفسيخ. ايوه ولا بالقديم ولا بالسنجة؟ هي الرنجة عشان قديمة يعني وبتتعتق والكلام ده. ما هو احنا بياكلوا رنجه ليه دلوقتي؟ مش عارف. شم النسيم. ابويا والله لسه جايب لنا فسيخ ريحته وحشه قوي. ده ريحته وحشه قوي. بيلونوا البيض برضه. بيعملوا ايه؟ بيلونوا البيض. بيلونوا بايه بقى؟ والله ما اعرف بس هو بتلون الوان فرعونية؟ لا مش الفراعنه. لا الفراعنه مش فاضيين الكلام ده. ولا كانوا بيحتفلوا بيه برضه؟ مش عارف انا بسأل. لا مش هنا. لا محمد رمضان بقى. الراجل ده فرعوني. الراجل ده فرعوني. طيب لو كنا نسمي اسم غير شم النسيم نسميه ايه؟ نسميه ايه؟ ما هو المشكلة ان العيد ما هو عيد خاص شم الفسيخ والرنجه والحاجات المقرفه دي. والله بجد والله. يعني ريحته فظيعه. ابويا عرفنا وقالب الثلاجه كل ما افتح الثلاجه اشم الريحه. الموضوع يعني متعب. ممكن نسميه سم الفسيخ. والله حبايبي عطلتكم. لا والله. فرصة سعيدة.